عارف ان الدراسات اثبتت ان الناس اللي عايشين في بيوت مكركبه بيبقوا في العاده اضخم من الناس اللي عايشين في بيوت مترتبه؟ ايوه سمعتها صح، اضخم. يعني ممكن يكون سبب الكرش اللي انت مش عارفه تلاقي له حل دوت المواعين اللي في الحوض. يعني معنى الكلام انك لو قمت روقتي الشقه دلوقتي هتخسي؟ للامانه مش بالظبط، عشان ما بقاش بضللك، بس اللي انا متاكد منه اللي بعد الحلقه ديت هحط ايديكي او ايديك على طرف الخيط وانت وشطارتك، يا اما تكمل وتطور من نفسك ومن حياتك، يا اما هتفضل زي ما انت ومحلك سر. بس الاول اهلا بيكم في خد نفس مع الدكتور. خد نفس عميق وتعالى لي. سؤال وجودي محير البشريه اكتر من البيضه الاول ولا الفرخه. ليه في ناس بيوتها دايما ريحتها لافندر مترتبه كانها طالعه من مجله ديكور، وناس تانية لو انت واقف وصدفه وقعت منك حاجه يبقى تستعوض ربنا فيها؟ يبقى قابلني لو لقيتها من كتر الكركبه. من الاخر اعتبرها كده من ضمن ورث احفادك. وعلى فكره الموضوع ملوش علاقه خالص بالفقر والغنى، ياما شفنا بيوت ابسط من البساطه بس متروقه ومترتبه وريحتها تشفي القلب العليل. امال السر في ايه؟ السر مش اللي هم عندهم خدامه فلبينيه مستخبيه في الدولاب، السر كله هنا في الجمجمه دي. النهارده هنفك شفره الناس النظيفه بالفطره، وهقول لك ازاي تتحول من كائن الكراكيب لبرنس الترتيب. صدقوا ولا ده انا عليا جمل. بص يا سيدي، العلم بيقول ان الفوضى ديت مش بس شكل وحش، دي خناقه مع اعصابك. في هرمون اسمه الكورتيزول، ده هرمون النكد والقرف والتوتر، وده بقى بيعلى بمجرد ان عينيك تلمح كوم غسيل مش متطبق او شويه مواعين مش مغسولين. اما بقى الناس النظيفه عندها رادار استباقي، عندهم قاعده ذهنيه اسمها قاعده الدقيقتين. لو الحاجه هتاخد منك اقل من دقيقتين تتعمل وقتي. قلعت الشراب حطه في سله الغسيل. طب انا اعرف ناس بتروح لحد السله وتحط الهدوم جنب السله. يا ابني ما انت وصلت، افتح الغطا وارزع اللي في ايديك جوه السله. بس ازاي لسه هيرفع الغطا ويحط الهدوم ويقفل الغطا؟ مجهود. شربت كوبايه القهوه اغسلها على طول بدل ما تعمل مستعمره نمل وتربي اجيال. الموضوع بسيط جدا، بس احنا اللي بنحب نصعبها على نفسنا. تعرفوا 40% من الكركبه في البيوت بتبقى حاجات تخلص في دقيقتين، بس تاجيلها بيخليها تتراكم فوق بعضها وتبقى محتاجه بعد كده شيفت 8 ساعات عشان تخلص. سامعك يا اللي بتقول انجز يا عم النظيف وقول ايه دخل الكركبه بالتخن وزياده الوزن. هقول لك وهاكد كلامي كمان ببحث علمي اتعمل في جامعه من افضل جامعات العالم. بس قبل ما اقول لك، لو وصلت لحد هنا وما عملتش لايك للفيديو اسمح لي اقول لك ليه، بس خليني انا احسن وهكمل المشوار اللي بداته معاكم لما اشوف اخرتها. سنه 2016 تجربه اتعملت في جامعه كورنيل. جابوا مجموعتين من الناس وقعدوهم في مطبخين وحطوا معاهم شويه بسكوت على شوكولاته على سناكس. شوفوا التجارب. بتهيألي كده التجربه دي تمام من قبل ما اكمل، صح؟ ركز معايا يا صديقي وسيبك من كرشك ده دلوقتي. المهم، مجموعه قعدوها في مطبخ متروق وهادي وارضيه ممسوحه بمعطر ارضيات كده، ومجموعه تانية قعدوها في مطبخ يضرب يقلب وكراكيب ومواعين في كل حته. تفتكر ايه اللي حصل؟ المجموعه اللي قعدت في المطبخ المكركب كلت سناكس وبسكوت وشوكولاته اكتر الضعف من المجموعه اللي قعدت في المطبخ التاني. العلم بيقول ان عقلك لما بيحس بالفوضى حواليه بيفقد السيطره على اعصابه وبيفرز كورتيزول اللي هو هرمون النكد. فاكرينه؟ ده الهرمون اللي جسمك بينتجه لما بيحس بتهديد. الاصل انه موجود عشان خاطر لو شفت كلب تعرف تفلق، بس المشكله ان مخك الذكي ده مش بيفرق بين كلب حقيقي وبين كوم غسيل في الاوضه. اول ما يشوف كوم الغسيل يقول لك تهديد. الكورتيزول ده بقى من اهم اسباب زياده التوتر وزياده الوزن في الكوكب بتاعنا. وده مش بس بيخلينا ناكل، ده كمان بيخلي الجسم يعند في حرق الدهون بتاعه الكرش بالذات اللي هي الفيسرال فات. لا وكمان عقلك عشان خاطر يعادل القرف اللي هو حاسس بيه من الكورتيزول بيدور على اي دوبامين سريع يسكت بيه النكد ده. تلاقي بقى قدامك شوكولاته تروح جاي ممسي عليها، شفشق عصير تروح جاي مقربع نصه. طب انا اعرف واحد معرفه شخصيه ربنا يبارك فيه ويشفيه، كان واقف في الشارع مستني ناس جايين من البلد وجايب كيلو بسبوسه احتفالا بالزياره بتاعت الناس دي. السواق بقى اللي كان جايبهم كان تقريبا اول مره ينزل القاهره وتاه واتاخر بتاع ساعتين من التوتر بقى اللي كان حاسس بيه والزهق من وقفته في الشارع. فتح علبه البسبوسه وبدا يزورها. عقبال ما العربيه وصلت يا دوب لحقنا الكرتونه عشان ما تعملوش تربك معه. اصل الاكل وخاصه اكل الحلويات بيخلي مخك يفرز دوبامين سريع فيعادل احساس الضيق اللي بيعمله الكورتيزول جزئيا. يعني انت مش تخين،
انت بس مكركب. والاسلام من اكتر من 1400 سنه قال النظافه من الايمان، ووقتها ولا كان في دوبامين ولا كان في هرمونات ولا كان في جامعه كورنيل. والفقهاء كمان قالوا ان الطهاره مش بس للبدن، الطهاره للنفس والمكان كمان. ودلوقتي العلم جاي بعد 14 قرن يقول الكلام ده صح، عشان عقلك فعلا ما يقدرش يصفى ويركز في بيئه فوضويه ابدا. يعني احنا ديننا كان عنده الريسيرش قبل اصلا ما اي جامعه تتبني. طيب نعمل ايه عشان ما نبقاش ضحايا للكراكيب؟ القاعده الاولانيه قاعده واحد داخل واحد خرج. عندك 5 6 7 قمصان، جبت قميص جديد، يبقى في واحد من قدام يودعنا ويروح لغيرك. انا هسهلها عليك بس ده مش الاصل. طلع القديم اللي انت واثق ان انت مش هتلبسه تاني، ما احنا مش هنفتحها بالت ربابيكي. ما ان انت عايز تعرف الاصل والصح، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني المفروض ان انت تطلع احسن واحد عندك اصلا، بس انا مش هصعبها عليك، طلع القديم يا عم. وابوس ايديكم، الكرتونه اللي فوق الدولاب من الصباحيه ديت وانت عيالك اصلا على وش جواز، منظرها مش لذيذ خالص، وهتلاقيها هي سبب الكوابيس اللي بتجيلك من 25 سنه اساسا. وبعدين اراهنك قوم يبص فيها هتلاقي اللي جواها اتحلل اصلا. ده غير الاكياس البلاستيك اللي بتتحوش ورا كل ماسوره، ورا النمليه، جوه الادراج، عشان الكيس الابيض ينفع في اليوم الاسود. معلش عشان خاطري تعالي على نفسك وارميهم. انا عارف ان الفرقه صعبه بس ده لمصلحتك والله. نخش على القاعده الثانيه، قاعده العشر دقائق. 10 دقائق تاتش اب قبل ما تنام كده، خد لك لفه في الشقه، طلع الريموت من كيس العيش، نزل فلنتك ام محملات من على النجفه، لم اللابتوب من على الترابيزه وشيله في الشنطه بتاعته. هتصحى الصبح تلاقي نفسك رايق ومش عايز تخنق دبان وشك. خلاص الكلام، البيت النظيف مش معناه ان احنا نعيش في مستشفى، بس معناه ان احنا بنحترم نفسنا وبنريح اعصابنا. جرب كده قاعده الدقيقتين من اول دلوقتي. قوم كده امسك الكوبايه اللي جنبك ديت واغسلها دلوقتي على طول. خد هنا اصبر، انت ليه تفتكر اللي وراك وتسمع الكلام في الحلقه بتاعتي انا بس؟ اقول لك قوم اغسل الكوبايه تفز كده على طول في ساعتها؟ مش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه لو انت مش مشترك، ومستني دعوه حلوه من كل الناس اللي الفيديو عجبهم. اشوفكم باذن الله الفيديو اللي جاي. مساء